السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم جيتكم بوصفة التليتلي على الطريقة التقليدية، وفي هذا الفيديو راح نعطيكم جميع الاسرار اللي تخلي التليتلي تاعكم يجي مزربع على حبة ويجي ناجح من اول مرة ديريه. تبعي معايا الطريقة. اذا كنتي جديدة في القناة ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك، واذا كنتي قديمة ما تنسيش ديري لي جيم وكومنتير باش يطلع لي الفيديو اكسبلور. بداية نفكركم بالصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. نجيبوا البرمة تاعنا، أنا جبت البرمة هذه عزيزة عليا بزاف، تاعنا ربي يرحمها ويوسع عليها. درت فيها شوية مارغرين شوية زيت وخليتهم يسخنوا. من جهة أخرى في أشوار حطيت هنايا حبة طماطم، نقصت منها ترونش باش من بعد نضيفو في لاصوص تاعي مدبنة روعة. 4 فصوص ثوم وحبة بصل رحيتهم مع بعضهم. اول حاجه راح نديرها باش تجي البرمه تاعي بنينه، نقلي المرسو تاع الدجاج تاعي. طبعا راح ديروا الدجاج على حساب افراد العائله تاعكم. انا قليته مليح حتى طلق ريحته، بعدها ضفت له البصل والطماطم والثوم اللي كنت رحيتهم، الحمص والتوابل راس الحانوت والحمار والكركم والكمون والفلفل الاسود. ضفت هنايا ثاني زروديه وحبه جريوات، خليتهم يتقلاو مدة نصف ساعة كما راكم تشوفوا. بعدها نمرقوا بما لازم يكون مغلي بهذه الطريقة. نحطوه فوق نار متوسطة ونخليو الدجاج تاعنا والخضرة يطيبوا في غلطهم. من جهة أخرى نجيبو هنايا كسكاس نحطو فيه رطل تليتلي، تقدروا ديروا على حسب الأفراد العائلة تاعكم. هنايا حطيت له حوالي 3 ملاعق زيت نباتي وخلطته مليح. هي تقدروا تستعملوا يديكم كما تقدروا تستعملوا ملعقه عادي، تخلطوه مليح باش تتاكدوا باللي الزيت تاعكم راهي غطات الحبات تاع التليتلي كامل. هنايا ملحته وحطيته يفور التفويره الاولى حوالي نصف ساعه، نصف ساعه وهو يتفور. بعد ما يتفور لي نجيبوه هنايا نحطوه في اناء ونحطوا له ما لازم يكون سخون. كما قلت لكم الماء لازم يكون سخون. حطيته في الماء حوالي ربع ساعة. كما راكم تشوفوا بزاف اللي راهم يديروا دركا ما يديروش الطريقه التقليديه، يحمصوه. انا ما تعجبنيش الطريقه هذيك تاع كيحمصوه، ما تعجبنيش نهائيا. انا نحبه كيما يفور ويتجمر يجي بزاف بنين بالطريقه التقليديه. كما راكم تشوفوا كي فاتت ربع ساعه صفيته من هذاك الماء وحطيته في الكسكاس وحطيته يفور للمره الثانيه. ورحت هنايا جبت الدجاج تاعي بعد ما طابلي، راح نحمره مليح في المقله مع شويه مارغرين وقليت معاه شويه فلفل حار كما احنا نحبه بزاف التليتلي مع الحار. هنايا بعد ما فاتت لي ربع ساعه من التفويره الثانيه جبت التليتلي تاعي مباشره في الكسكاس، درت له ملعقه تكون متوسطه مارغرين وملعقه طماطم مصبره. هنايا شوفوا ذوقوه اذا جاكم مسوس، على خاطر حنا غسلناه يعني اوتوماتيكمون راح يتنحالوا الملح تاعو. تقدروا تعاودوا تملحوه كما انا درت. وجبت هذيك المرقه تاعي عاودت له بالمرقه. هذا هو الشكل تاعو، شوفوا كيفاه جاني حمر الله الله. راح نزيد نفوره للمره الثالثه كما راكم تشوفوا، نحطه يتفور. دركا كما راكم تشوفوا راهو مزربع على حبة. بعد ما تفور لي التفويرة الثالثة والأخيرة نحطه في قدرة تكون واسعة شوية. نجيبوا الكسكاس تاعنا نصفيو المرقة تاعنا بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. بعدها نحطوا القدرة تاعنا فوق النار ونجمروا التليتلي تاعنا حتى يبقى فيه غير شوية تاع المرقة، ما نخليوهش ينشف خلاص، خليو فيه غير شويه وطفيو عليه. كما راكم تشوفوا هذا هو الشكل تاعو النهائي، ما تخليوهش ناشف بزاف على خاطر من بعد راح يشرب هذيك المرقه. هنا بعد ما خليته حوالي 5 دقائق في البرمه تاعو يعني تجمر لي مليح، راح نقدمه. راح نبدا نكب التليتلي تاعي في صحن تقديم بهذا الشكل. يعني الطريقه هذه بزاف ناجحه. كما قلت لكم كاين بزاف اللي راهم يحمصوه يعني الخدمه السريعه. صراحه انا الطريقه هذيك ما سيتهاش من قبل، تليت لكن نعول نديرو بالطريقه التقليديه، نفورو ونجمرو ويجي بزاف هايل.
الطريقة هذيك تاع التحمصيه مازال ما دخلتش لراسي صراحة. هنايا حطيت الدجاج تاعي بهذا الشكل، زدت معاه الخضرة والحمص وشوية بيض مغلي وفلفل ثاني مقلي. هذا ماهوش تليتلي قسنطيني، على ما اظن تليتلي القسنطيني يجي بلا خضرة، انا حبيت نديرو على طريقتي، على الطريقة التقليدية وباللمسة تاعي الخاصة. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع نهار اليوم. ما تنساوش تتفاعلوا وتخليوا لي رايكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه، وشهية طيبة.